البايتة حاجة حلوة جديدة وبمكونات عمرها ما هتيجي في دماغ حد. لو عندكم رز بايت في التلاجة بقاله يومين وخلاص هيترمي، هقول لكم هنعمل بيه ايه. البيتة حلو جديد بمكونات كلها في البيت. واول حاجة هجيب الشفشق بتاع الخلاط، وزي ما انتم شايفين ده الرز بالشعرية البايت بتاعنا، ده 400 جرام. بعد كده هنزل بنص لتر لبن. بعد كده هنزل ب4 معالق كبار من الكاكاو الخام. وبعد كده هنزل ب6 معالق كبار من السكر. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هشغل الخلاط واضرب كل المكونات دي مع بعض. وكده بعد ما ضربت المكونات كلها في الخلاط مع بعض، بصراحة ريحتها جميلة جدا. هجيب حلة بقى دلوقتي، بعد كده هنزل بكل المكونات فيها. وزي ما انتم شايفين كده ده القوام بتاع المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض. وكده بعد ما صبيت المكونات كلها في الحلة، هجيب بقى ربع كوباية مية، وهجيب معلقة نشا صغيرة واحطها في المية واقلبهم مع بعض. كده يبقى انا عملت مية ونشا مع بعض، هنزل بيهم على المكونات ديت وهقلبها كويس. وهحط الحلة ديت على النار وهفضل اقلب فيها لحد ما القوام بتاعها يتقل شوية، وهرجع لكم تاني. كده بعد ما قعدت على النار، وبصراحة الريحة اللي طالعة منها جميلة جدا جدا، جبت كاس عشان احط الحاجة الحلوة بتاعتنا فيه. وزي ما انتم شايفين ده القوام بتاعها. وكده زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا وريحتها جميلة جدا جدا. ومحدش يتخيل للحظة ان ممكن ده كان رز بالشعرية من شوية. هسيبها في التلاجة لمدة ساعة لحد ما تسقع. وكده بعد ما عدى ساعة وشكلها كده زي ما انتم شايفين. وطبعا انا مش هخليها كده، هزينها معايا مكعب شوكولاتة بيضة، وهبشر شوكولاتة بيضة عليها من فوق. وكده الشكل النهائي بتاعها زي ما انتم شايفين. يعني لو انتم مش بتتفرجوا على الفيديو من اوله طبعا محدش هيصدق ان ده كان رز بالشعرية بايت في التلاجة. جبت المعلقة عشان ندوق. هننزل كده ونطلع زي ما انتم شايفين شكلها، يعني حاجة بصراحة فاخرة جدا جدا جدا. بسم الله. جامدة جدا جدا والطعم بتاعها خرافي. يعني لو انتوا فعلا بتحبوا الشوكولاتة الاختراع دوت هيعجبكم جدا. وقدرنا نحول زي ما بيقولوا الفسيخ لشربات، وطلع معانا المنتج الفاخر دوت. سكرها مظبوط وطعم الشوكولاتة والكاكاو فيها جميل وملمسها حلو وساقعة وجميلة. كان نفسي اقول لكم تعالوا كلوا معايا، بس ما تستنوش وقوموا اعملوها وهتعجبكم جدا. واتمنى ان محدش يخلي الاكل يبات عنده. لو الاكل كان زيادة ممكن تعمل وجبة او وجبتين وتطلعهم لله لحد فعلا محتاجهم وتاخد ثواب، احسن ما الاكل يبات في التلاجة مثلا يوم او يومين ويترمي. وحرام، لان في الاول في الاخر دي نعمة ربنا. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هكمل اكل انا بقى من البيتة الجميلة ديت واسيبكم. سلام.